الفنان أحمد مظهر اللي اشتهر بلقب فارس السينما المصرية هو واحد من أهم الفنانين في تاريخ مصر كلها، وواحد من أبناء اللي شاركوا في الحرب العالمية التانية وكمان حرب فلسطين. كان دفعة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وأنور السادات وعبد الحكيم عامر، بس للأسف عاش آخر أيامه في حزن وعزلة تامة لما أولاده حبسوه في بدروم ومنعوا عنه الأكل ورفضوا إن أصحابه وزمايله يزوروه لحد لما مات. تعالوا نعرف إيه اللي حصل وسر السندوتش الشاورما ومات وهو نفسه فيه. الفنان أحمد مظهر اتولد في حي العباسية بالقاهرة في 8 أكتوبر سنة 1917. بدأ عمله بالفن لما قدمه زكي طليمان في مسرحية الوطن سنة 1948، ومن بعدها دخل الفن السينمائي بوابة الفروسية لما اختاروا المخرج إبراهيم عز الدين علشان يعمل دور في فيلم ظهور الإسلام، وبعدها رشحه يوسف السباعي لفيلم رد قلبي اللي كان سنة 1952، وحقق الفيلم ده نجاح كبير جدا. وبعدها بدأت شهرة الفنان أحمد مظهر ونجوميته. من المعروف إن الفنان أحمد مظهر كان متجوز من حب عمره السيدة هدية اللي خلفت له 4 أبناء، منهم 3 بنات وولد وحيد هو المهندس شهاب مظهر، وعاش أكتر من 30 سنة في سعادة لحد ما اتبدل الحال بعد ما شهاب خد مسدس أبوه من الدرج مكتبه من وراه وقعد يلعب بيه لحد لما طلعت طلقة واستقرت فيه صديق عمره ومات في الحال. الفنان أحمد مظهر حس بتأنيب ضمير وإن هو السبب في صديق عمره ووجه الاتهامات دي لمراته، وكان في حالة نفسية صعبة جدا وكترت المشاكل ما بينهم لحد لما طلبت الطلاق ووافق الفنان على طلبها بدون أي تردد، وانتهت القصة لحد هنا. وبعد المواقف دي عاش الفنان في فيلته مع أولاده لحد لما اتجوزوا واحد ورا التاني، وعاش وحيد وأصدقائه كانوا بيزوروه من الوقت للتاني لحد لما في يوم اتفق ولاده عليه وقرروا ان هم يلحقوا قبل ما يضيع 20,000 فدان اللي حيلته، وكل ده باتفاق مع والدتهم اللي حرضتهم ان هم يرفعوا عليه قضية حجر. واولاد الفنان احمد مظهر قرروا يروحوا الفيلا بدل اما يزوروه، حبسوه في اوضة صغيرة جدا في البدروم اللي كان بينام فيها الجنايني. ومش بس كده، ده منعوه ان هو يقابل اي حد او يشوف حد من زمايله اللي كان بيسأل عنه، وكل مرة بيسمع نفس القصة ان الفنان تعبان ومش قادر يقابل حد وهنبقى نبلغه. مواقف واولاد الفنان الكبير موقفش لحد هنا، لان كمان منعوه عن الاكل، بدل اما كانوا بيقدموا له 3 وجبات في اليوم خلوها وجبة واحدة بس. بتقول الفنانة الراحلة مريم فخر الدين ان اخر مرة زارته قابلته في الجنينة بتاعته غير العادة، وطلب منها بشكل ملح جدا ان تجيب له سندوتش شاورما لانه كان نفسه فيه. ولما طلبت من اولاده ان يقدموا له ده قالوا له ان هو ممنوع عن الشاورما. لما سألت الدكتور الخاص بيه قال لها انا معرفش وما حصلش، وياكل اللي هو عاوزه. الحالة النفسية للفنان الكبير بقت في الصفر بسبب حبسه في البدروم، وكمان من الحصان اللي كان مسميه سيف الله كان بيعتبره أقرب أصدقائه، وكان بيقضي معظم الوقت معاه في الاسطبل. وبعدها قرر يكتب مذكراته اللي بدأ بيها بالفعل، بس للأسف مات قبل ما يكملها. حس بألم شديد في جسمه وجاله جلطة في المخ وكمان التهاب رئوي، ودخل المستشفى وقعد فيها 3 أسابيع على جهاز التنفس الصناعي. رحل يوم 8 مايو سنة 2002. اتعمل له جنازة شعبية حضرها نائب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. رحم الله الفنان الكبير أحمد مظهر.